واخيرا بقى مطعمي المفضل فتح في اسكندريه. المطعم ده الوحيد اللي كنت بسافر له القاهره مخصوص عشان اكل من عنده. يلا بينا بقى نشوف بابا البرجر هنا جامد زي القاهره ولا ايه الكلام. المكان داديز برجر موجود في حديقه الخالدين في محطه الرمل. بيعمل بقى انواع كتير جدا من البرجر، من اول الجورميه والسماش وكمان الفراخ والهوت دوج وحاجات تانية كتير. خدت بقى الشباب ورحنا يوم الافتتاح على طول نشوف ايه الدنيا هناك. طلبنا حاجات كتير جدا، في اللي انا جربتها وفي اللي للاسف ما لحقتش اجربها. نبدا اول حاجه بالابيتايزر. جبنا طبعا فريندز بوكس، وده بيكون بوكس عباره عن 4 قطع تشيكن ستريبس و4 قطع موتزاريلا ستيكس، وللاسف بدل الاونيون رينج والويدجز نزل مكانهم ناتشوز وفرايز عاديه، وبيكون معاهم بقى كده 4 صوصات للديبنج. الموتزاريلا ستيكس كانت حلوه قوي وفيها كده كراست جميل، والستريبس كانت جميله جدا وفيها تتبيله حلوه قوي، مش اي ستريبس كده وخلاص. والناتشوز والفرايز كانوا حلوين برده، بس يا خساره انا كان نفسي قوي في الويدجز والاونيون رينج، كنت بحبها قوي من عنده. تاني حاجه جربتها بقى اكسبلوشن، ودي عباره عن فرايز وعليها هوت دوج وقطع ستريبس وفيهم كده صوص رانش وصوص جبنه شيدر. طعمها حلو ما كانش وحش، بس الميكس نفسه حسيته مش ذوقي انا، بس ما كانش فيه طعم حاجه وحشه بصراحه. خلصنا بقى مقبلات وايه، نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. اول برجر بقى في سيكشن الجورميه وهو نيو فولكانو، وده حرفيا عباره عن بركان من الجبنه زي ما انتم شايفين كده. كميه جبنه مش طبيعيه، وبتختار عليها الاضافه اللي انت عايزها، سواء كان هالابينو او شيتوس او بيف بيكن زي ما انا اخترت. وكمان في حجمين للبرجر 200 جرام او 150 زي ما انا جبت. وطبعا مع كميه الجبنه دي انسى الاتيكيت بتاع مدام امينه شلباده وانت بتاكل خالص. طعم البرجر مع الجبنه ده كان مميز قوي. كميه الجبنه دي كلها رغم ان طعمها حلو الا ان طعم البرجر برده والصوصات كانوا واضحين قوي، والميكس كله تحفه جدا جدا. وبجد لو ليك في الجبنه ما ينفعش تفوت الساندوتش. تاني ساندوتش بقى ولسه مكملين في سيكشن الجورميه وهو داديز شرومز، وده عباره عن برجر عليه صوص مشروم فريش وبصل مكرمل وشريحه جبنه امينتال وصوص داديز. انا بقى جبته المره دي 200 جرام عشان اشوف هل في فرق يستاهل ولا لا. بس زي ما انتم شايفين كده حجم البرجر كان عامل ازاي. طعمه بقى كان خرافي، كميه قطمه عامله ميكس رهيب كده في بقك. طعم المشروم والبصل مع كميه اللحمه كانت تحفه جدا بجد. اوعى الجوسي يا عم الحاج. طبعا كان في حاجات تانية في الجورميه زي الميلانو اللي بيكون مع البرجر موتزاريلا ستيكس وعليهم صوص بيستو، وكمان الامريكان ستايل اللي بيكون على البرجر كده هوت دوج وبيف بيكن وصوص جبنه شيدر. بس طبعا ما لحقتش اكل منهم اي حاجه للاسف. نفصل بقى كده بشويه كوكاكولا ونخش بقى على طول على سيكشن سماش برجر، وده انا جبت منه دبل دي، وفي طبعا احجام من اول السنجل لحد التريبل، بس انا جبته دبل. وده عباره عن شريحتين سماش برجر ومعاهم بيف بيكن وشرايح جبنه شيدر وصوص داديز المميز. طعمه كان حلو جدا برده، ميكس القطم كانت جميله جدا، وطعم البيكون هنا عامل اضافه صور شويه بس لذيذه قوي. طعم اللحمه السماش كانت حلوه، بس انا بالنسبه لي الجورميه احلى بكتير. نخش بقى على سيكشن الهوت دوج. اول حاجه ساندوتش لافا، وده عباره عن هوت دوج وعليه صوص جبنه شيدر سايحه وطبعا الخس والصوصات. طعم الهوت دوج نفسه ما خطفنيش قوي، كان عادي، بس صوص الجبنه كان رايق قوي. ارشحه لك لو نفسك في الهوت دوج ويكون طعم الجبنه بالنسبه لك هو البطل. تاني ساندوتش بقى هو تكساس هوت دوج، وده عباره عن هوت دوج ومعاه شرايح جبنه شيدر ولحمه مفرومه بالصوص. طعمه بالنسبه لي كان احلى من لافا، وعجبتني قوي فكره اللحمه المفرومه دي مع الهوت دوج على عكس ما كنت انا متخيل. نجرب بقى التشيكن. جبت من عنده ساندوتش فايت كلاب، وده في منه سنجل ودبل برضه. انا جبته سنجل، وده عباره عن شريحه صدور فراخ ومعاها شريحه تركي مدخن وجبنه شيدر وبرده الصوصات والخس. طعم الفراخ والتتبيله بتاعتها كانت حلوه قوي وقرمشه قويه كده، رغم ان الفراخ نفسها طريه من جوه، وده طبعا عشان ما يخليش الكراست بتاعها يبقى دبلان. بجد انا بحب المكان اللي بيهتم بالتفاصيل قوي كده، وبجد الساندوتش ده حلو جدا وانصحك بيه لو بتحب الفراخ. جربت بقى اخر حاجه ماكن تشيز شيتوس، ودي طبعا كده باينه من اسمها هي عباره عن ايه. يعني طعم الجبنه كان كويس، المكرونه نفسها كانت مش قوي بصراحه، الحقيقه ما عجبتنيش قوي، وكمان كان طعم الشيتوس كان ضعيف وفوق الوش بس. اجمالي كده تجربه المكان، ودي طبعا بناء على اكتر من تجربه وزياره، انه فعلا بيقدم كواليتي حلوه جدا ومميزه. يمكن سعره ما يكونش احسن سعر، بس قصاده هتبقى ضامن انك مش هتلبس في حاجه ممكن ما تعجبكش او ما تجيش معاك. وطبعا المكان عامل خصم 25% لحد يوم الاربعاء 15/3. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.